ده تضحك على ايه؟ ضحكني معاك. تعالى تعال. ثواني يا جماعه، ثواني عشان في حاجه حصلت انا بقالي ساعتين بحاول استوعبها ومش عارف. معلش، يعني ايه الاهلي يخسر بطوله افريقيا يروح كاس العالم؟ معلش انا بخسرها كل سنه. قول انت بقى. معلش حقي بقى المره دي. يعني انا قلت دايما بالاجتهاد، تجتهد تتعب ربنا يكرمك وتحقق البطوله، انما تخسر وتروح كاس العالم لا. ثواني معلش، صدقني انا لو اعرف اقول لك، انا ذات نفسي مش عارف. انا كل سنه بخسرها بقى وانا جاي قبل منك بقى. انا جاي الاول في الموضوع ده وعايز حقي ناو، ودلوقتي لازم اخد حقي. ما هو معلش انت لسه يعني هو عشان كل سنه انت بتروح. في حاجه حضرتك يا كابتن؟ انت في حاجه عايزها مني؟ يعني انا مش فاهم انا مالي. يعني هو الحظ يعني بصوا يا جماعه، في حاجات بتحصل كده في الرياضه انا ما بستوعبهاش، ما بعرفش ازاي يعني مثلا النهارده احنا جبنا جول في الدقيقه 95، قعدنا على قهوه مبلولين لحد الدقيقه 95 لما ربنا كرمنا والزمالك جاب جول. الزمالك جاب جول وابو جبل بسم الله ما شاء الله بيلعب على فدانين، مش حالل وعمال يصد. هو واد عندنا بسم الله ما شاء الله. ابو جبل في ال 18 صد واحده ار2 في وسط الزحمه ومش شايف الكوره وتالق ونط وجابها وعمل اكشن وبوم وطخ ابو جبل. وفي ماتش القضيه ممكن انت تاني قفشه بره ال 18 والكره نازله على رجله ولسه في بعيد وفي مجال للرؤيه وفي مجال ان انت ترجع خطوتين لورا وتعمل الجامب بتاعك مستريح والشيشه في بقك وتنط تجيب الكوره وتمنع فضيحه جت على دماغنا حتى الان. ماله ومالنا؟ ايه اللي بيحصل معانا؟ يعني احنا ربنا رضى عننا محليا وغضبان عننا افريقيا. ازاي الاهلي يخسر بطوله افريقيا؟ ماليش دعوه خسر ازاي عشان عارف انا خسر ازاي. ويروح كاس العالم. انا وضعي ايه؟ انا بخسر بقالي 20 سنه. ده انا كنت 5 افريقيا وانت 2. كاس العالم ده انا المفروض اروح قبل منك. التاريخ اللي انت كاتبه انا المفروض اكتبه قبل منك. ايه ده؟ افهم. وانت يوم ما تبقى خسران يعني انا مش عارف. السنه يعني الاهلي اخذ 2 افريقيا على التوالي وكان عندهم حلم الثالثه على التوالي. زي الدوري عندنا كده. المهم ربنا ما كرمهمش. في حاجه حصلت ربنا ما كرمهمش، قال لهم كفايه تقريبا ال10 حلوين مقفلين كده زي 10 مقفولين. طيب يا سيدي شكرا. مقفولين كفايه. ومين اللي يحصل؟ المغرب تنظم كاس العالم للانديه، فكده كده الوداد يروح لانه بطل الدوري، وعشان الوداد بطل افريقيا يجيبوا الوصيف اللي هو مين؟ النادي الاهلي. حتى وانت مركز تاني البطولات بتجري وراك. انا مركز تاني بقالي بيزعلوا مني الزمالك، بيزعلوا مني، بس دي الحقيقه. انا اعمل ايه؟ افهمها ازاي؟ انت دلوقتي انت حظ ولا الامه الاسلاميه ده عيالك ولا انت في ناس؟ يعني انت في ايه؟ يعني مين راضي عنك؟ مين مزعلك؟ مين مضايقك؟ الله عليك، احسنت يا ابني والله. انا مش فاهم. طب احنا نعمل ايه؟ توبه جماعيه لجمهور نادي الزمالك عشان ربنا يكرمنا. يعني انا خسرت نهائي افريقيا مع الاهلي، ليه مصر ما استضافتش كاس العالم للانديه؟ كنت صعدت انا مكان الاهلي وعشان الاهلي واخد الدوري. ليه ما يحصل؟ ليه انا اما اخسر؟ انا مهما اتكلمت في حاجه، في ايد خفيه ماسكه الاهلي. البطولات بتجري والله العظيم البطولات بتجري التاريخ بيجري وراه. مجرد ان هو يروح كاس العالم كده انا قاعد دمي محروق عشان انا ما روحتش. واو فانتاستيك. وانا قاعد حتى بيخسر بيروح. الموضوع ملوش علاقه بانت كسبان ولا خسران، هو الموضوع ليه علاقه بانت. انا مش عارف. قاعد على انا الزمالك. احنا جمهور نادي الزمالك لنا معامله خاصه في الدوله. الاصول الدوله اصلا بتطلع لنا معاشات. انك تبقاش قادر تمسك نفسك من الضحك. والله ليه؟ لان احنا بقينا في حلقه صعبه جدا، حلقه يرثى لها والله. احنا حلمنا دوري ثالث على التوالي والنهارده قاعدين مبذولين لحد الدقيقه 95 وبنلاعب البنك الاهلي، مش بنلاعب الاهلي ذات نفسه. السلام عليكم. يا كابتن زكريا دلوقتي لاحظ ان كلامك جارح.